هاي بنات، اهلا بيكم في قناتي. معاكم نادرين موسى. النهارده هوريكي ازاي تعملي ماسك الشوكولاته في خطوات سهله وبسيطه جدا. الماسك ده هيساعد انه يخلي بشرتك ملمسها زي الحرير، زي بشره الاطفال بالظبط، وكمان هيدي شكل صحي وجميل لبشرتك. لو عايزين تعرفوا ازاي عملت الماسك ده بليز خليكم تابعين. اول حاجه هتحتاجي مكعب شوكولاته، اي نوع شوكولاته بتفضليه. انا لقيت ان 3 مكعبات كان زياده شويه واتبقى مني كتير من الماسك، فمكعب واحد هيكون كفايه. بعد كده بتسيحيه في الميكروويف لمده 20 ثانيه. بعد كده هضيف معلقه من الكاكاو. ده حاجه شبيهه للكاكاو، يعني هو تشوكلت، برضو مشروب بالشوكلت. انتي تقدري تستبدليه بالكاكاو لان انا الكاكاو مش متوفر عندي. بعدين هتضيفي معلقه من بودره الجيلاتين. بعد كده قبل ما تضيفي اللبن للخليط لازم تسخنيه في الميكروويف لمدة 25 ثانية، وبعد كده تتأكدي ان هو سخن جدا قبل ما تضيفيه للمكون عشان يسهل ان انتي تدوبيه مع بعض. هتخلطي كله مع بعضه لحد ما تحسي ان هو تقل معاكي شوية وبقى ناعم جدا. ودلوقتي هنبدأ نحط الماسك. هتحتاجي فوطة علشان النوعيات دي من الماسك بتكون سهل ان هي يعني تقع على الهدوم، فعشان كده هتحطي فوطة حوالين رقبتك. وبعد كده هنبدأ نطبق الماسك. طبعا مش قادرة اقول لكم قد ايه ريحة الماسك ده، يعني شوكليت يعني ريحته يعني هتستمتعي جدا وانتي بتحطيه على وشك. طبعا الشوكليت صعبان عليا، بس النتيجة بجد يعني رهيبة جدا جدا. بعد ما طبقت الماسك على وشي بالكامل هسيبه لمدة 15 دقيقة او حتى لحد ما اتأكد ان هو نشف خالص. تقدري ان انت تسيبيه حتى مدة اطول، مفيش مشكلة. المهم ان انت تتأكدي ان هو نشف خالص علشان يكون تقشيره سهل من على البشرة. طبعا كده الماسك بعد ما نشف هو جاهز لان انت تشيليه. فدايما تبدأي من الاطراف بتاعة الماسك علشان يكون تقشيره سهل عليكي. بعد ما هتشيلي الماسك هتغسلي وشك بالمية عادي جدا علشان لو في اي زيادة ما اتشالتش، وبعد كده هتنشفيه. ومش هتحتاجي ان انتي ترطبي بشرتك لان انتي هتلاقيها مترطبة جدا جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهاردة، ويا رب تكونوا استفدتوا. ما تنسوش تجربوا الماسك وتقولوا لي ايه رأيكم، وتعملوا منشن لكل صحباتكم اللي حابين يجربوا الماسك ده. شكرا ليكم وهشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.